السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم الفطائر اللي كتوجد بسرعه في اخر لحظه وبمقادير بسيطه ومضبوطه وناجحه 100%. وما نطولش عليكم في الفيديو، بسم الله. عندنا 2 كيسان ديال السميد الرقيق اللي كنديرو في الحرشه، مغربلاه، ضروري يكون مغربل، ربما تكون فيه شي بخوشه ولا شي حاجه غربلته. و 2 كيسان ديال الفورص اللي هو الدقيق الابيض حتى هو مغربلاه. عندنا كاس ديال الحليب. عندنا بالنسبه للماء عندنا 3 ديال الكيسان ديال المدافي، ها هو خويت كاس، وباقا غنزيد 2 كيسان ملي غادي نبدا نخلط. عندنا معلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه تكون عامره، الخماره الحمراء ديال 8 غرام. عندنا 2 معالق صغار ديال الخميره ديال العجينه او الخميره الفوريه. عندنا معلقه صغيره ديال الملحه. عندنا بيضه وحده. والعسل عندنا معلقه عامره ديال العسل صغيره. بالنسبه اللي ما عندوش العسل يقدر يدير سنيده في بلاصه العسل، معلقه ديال سنيده. ودابا غادي نخلط المكونات ديالي. هنا سبقت درت السميده في البانيو ديالي اللي غادي نخلط فيه، وغادا نضيف عليها هاد 2 كيسان ديال الفورص. كيف ما قلنا 2 كيسان السميده على 2 كيسان ديال الفورص. بالنسبه للكاس، نفس الكاس اللي كتعبروا به السميده والفورص هو باش غادي تعبروا به الماء والحليب حتى هو. غادي نضيفوا الخميره الكيماويه ديالنا، غنضيفوا الخماره الخميره د العجينه، غنضيفوا الملحه، وغنضيفوا البيضه ديالنا حتى هي رانا غسلتها. ودابا غنضيفوا معلقه ديال العسل، كيف ما قلت لكم معلقه صغيره تكون عامره ديال العسل. هاد العسل راه كيعطي مذاق زوين بحال السكر سنيده، وفي نفس الوقت كيعطي واحد الحميره لهاد الفطائر، كيعطي واحد اللون زوين، واحد اللون مذهب كيكون زوين. اللي ما عندوش يقدر يستغنى عليه، ماشي ضروري يدير غير سنيده فقط. ودابا غادي نضيفوا السوائل ديالنا، كاس ديال الحليب كيف ما قلت لكم، ونضيفوا كاس ديال المدافي، ها الكاس الاول، وغادي نزيد الكاس الثاني ها هو، وغادي نزيد الكاس الثالث. الماء يكون غير دافي. غادي نحركو غير بهاد الطراب اليدوي. اللي ما عندهاش تقدر تستعمل غير المعلقه، ماشي ضروري. راه هاد الفطائر كيجيو ناجحين وخفافين، بحال هما بحال المخامر البطبوط، ولكن هادو تيكونوا يعني بحال كيكونوا فازقين، ما تيكونوش ناشفين ورطبين، بحال الشكل ديال البانكيك تيكونوا. راهم زوينين وساهلين حتى في التحضير ديالهم، ساهلين ما كياخذوش الوقت بزاف، يعني حتى لاخر لحظه وتقدروا تنوضوا توجدوهم. وكيف ما كنقول الكاس اللي كتعبروا به المقادير هو اللي تعبروا به كل شيء، ما تغيروش الكاس، ما ديروش كاس يعني كبير وكاس صغير، نفس الكاس عبروا به المقادير كاملين. من بعد ما حركت دابا المقادير ديالي غادي نجيب الموليميكس وغادي نخوي فيها هاد المقادير ونطحنها مزيان.
دابا غادي نحركهم مزيان في المولينكس. ودابا من بعد ما خلطته مزيان في المولينكس غير واحد دقيقه ولا 2 دقائق غادي نرجعو نخوي في البانيو ديالي. ودابا غادي نخليه غير واحد 3 دقائق حتى 5 ديال الدقائق، غادي نغطي عليه بالسلوفان وغادي نخليه يختمر غير شي شويه ونبداو فيه الطياب ان شاء الله. ودابا من بعد ما انا دازت 5 دقائق خديت الفطائر ديالي 5 ديال الدقائق، غادي نحيد لهم السلوفان كيف ما كتشوفوا. ها هما الفطائر ديالي وغادي نحركهم بحال هكا شي شويه وغادي نشعل على البوطه. غادي نجيبو مقله تكون ما كتلصقش، ضروري تكون المقله ما كتلصقش باش الفطائر ديالنا ما يجيوش لاصقين، ما نوحلوش معاهم ملي نبغيو نحيدوهم. ودابا درت البوطه ديالي سخون باش نديرو الفطائر ديالنا يبداو يطيبوا. وغادي نوجدوا واحد الزليفه نديروا فيها شويه ديال زيت المائده، زيت الروميه، باش نبقاو ندهنوا بها المقله ديالنا حيت نديروا الفطائر ديالنا. بسم الله. دابا غادي ندهن المقيله ديالي وغادي نضيف واحد المغرفه. كنعاود ناكد المقله تكون ما كتلصقش باش الفطائر ديالنا يجيو زوينين. ودابا غادي نقلبها ملي نحسوا بها تكون طابت من التحت غنقلبوها. ودابا غادي نقلبوها نطلعوا عليها واش تحمرات ولا لا. كيف ما كتشوفوا ها هي الفطيره ديالنا هي وجدات الاولى، كتجي مذهبه ماشي محمره. ودابا كيف ما درنا في الاول غادي ندهنوا شويه المقله زيت المائده ونضيفوا المغرفه الثانيه ديالنا. ونتسناوها حتى هي طيب كيف ما الاولى. غادي نبقى معكم تنطيبوا هاد الثانيه هذه، من وراها غادي نخليكم تنكمل كلشي ان شاء الله، نوريكم الشكل النهائي عفوا باش ما نطولش عليكم في الفيديو. بيد ما تحمر ليا هذه نوريها لكم نخليكم.
نشوفوها واش تحمرات تحمرات غير شويه من تحت صافي. ودابا هذه هي الفطائر ديالنا الثانيه. كيف ما كتشوفوا راه كيجي لونها مذهب وزوين. نوريها لكم عاوتاني من الجهه الاخرى. كيف ما كتشوفوا غنحيدوها والفطيره الثالثه ديالنا غنديرو لها كيف ما درنا الوجبه الثانيه شويه ديال الزيت مغرفه. ودابا غادي نخليكم حتى نكملهم كاملين ونوريكم ان شاء الله الشكل النهائي. ودابا هادو هما الفطائر ديالنا كيف ما كتشوفوها هما وجدوا. بالنسبه للمقادير اللي عطيتكم ديال 2 كيسان عطاتني 14 حبه. انا حسبتها باش تعرفوا شحال غتعطيكم بالضبط، باش الا كانوا عندكم شي حد ولا بغيتو ديروها بزايد ولا هذا كتعرفوا شحال غادي تجيكم من وحده. راهم تيجيو رطبين ولذاذين وخفافين، وكنرافقوهم بالعسيله والزبيده. واللي ما بغاش يدير الكونفيتور، اللي ما بغاش يدير الزيت، كل واحد والاختيار ديالو. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. نتمنى تجربوهم وتردوا عليا في لي كومونتير، ولا كان شي تعليق على شي حاجه مرحبا به حتى هو. حنا كنستافدوا وكنتعلموا من بعضياتنا، هادشي اللي كاين. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتجربوه، وخليتكم على خير حتى الفيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.